سيدنا محمد وآله وأصحابه. أيها الأخوة الكرام، كثيرا ما كان يقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في محراب العبودية ليعرف الأمة بعظمة هذا الدين الذي شرفهم الله به، فكان كثيرا ما يقول قولا: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. كان يرددها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا ومقررا ومعترفا ومعرفا من خلال هذه القولة يعرف أمته بعظمة هذا الدين، ويريد أن ينمي فيهم ملكة الاعتزاز بهذا الدين، فلا يقبلوا سواه ولا يرضوا بما عداه لمن عداه، ولا يقبلوا فيه المساومة ولا الدنية، لأنه النعمة الكبرى الواصلة من الله إليه. كل النعم تنتهي في هذه الدنيا: الصحة والمال والجاه والسلطة والمال وغير ذلك، إلا هذه النعمة، نعمة الإسلام، لأنها هي التي تنجيك من نار الله المقدس. هذه النعمة هي التي تمكنك بفضل الله من الظفر بالنظر إلى وجه الله في جنات الفردوس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتمسك بهذا الدين حتى يلقى به الله، خصوصا أن الله أكرمنا بهذه النعمة دون جهد منا ودون سؤال منا. أعطانا الإسلام من غير أن نسأله، ليس كما عاد الأسلام وعلى رأسهم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين دافعوا وما باعوا وقالوا وما قالوا. ولذلك قال أبو الأحوص رحمه الله وهو من علماء السلف، قال لقوم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أصحاب محمد فإنهم أسلموا خوفا من الله وأنتم أسلمتم خوفا من سيوفه، فانظروا كم بين الأمرين. فأول مظاهر الالتزام بهذا الإسلام الاعتزاز به، ثم التشبث بتعاليمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولله دور الإمام القاضي عياض كما يقول: ومما زادني شرفا وسيها وكدت بأرضي أطأ الثريا قولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحمد لنبيا. ومع الأسف ترون مظاهر كثيرة من المسلمين يدل على أنهم لا علاقة لهم بهذه المعاني، لا يعرفون ما معنى هذا الدين، فتراهم يختلون بغير المسلمين ويتبعونهم في أفراحهم وفي مناسباتهم. فنسأل الله تعالى أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا. من مظاهر عظمة هذا الدين كذلك دخول غير المسلمين فيه، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بيت بدر ولا وطن إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بدون دليل، إلى آخر الحديث. ومعنا اليوم جهود فاضلة إن شاء الله من فرنسا، أتاها الله للإسلام وللإيمان وأخبرت الأسماء باسم ليلة، وتريد أن تعلن الشهادتين بين أيديكم. اشهدوا لها عند الله إن شاء الله، أسأل الله أن يثبتها على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. لا شريك له وله الحمد.